عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة يوميات غدا وندى. النهاردة هنعمل لكم أكلة جديدة، بس مين اللي هيعملها؟ زيكم عاملين ايه؟ انا ندى ورجعت لكم تاني مع غدا. بس كان في ظروف كده هي اللي منعانا ان احنا نواصل معاكم الحلقات بتاعتنا او اليوميات بتاعتنا، وان شاء معلش الله بقى اعذرونا، ندى معانا بس يعني لسه ظروف قايمة وكده، بس هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتقابل يعني ان شاء الله. وان شاء الله نصور لكم حلقات جديده، ويا رب تكون الحلقات اللي فاتت كلها بتاعت غدا عجبتكم. انا كنت متابعاها كلها وهي جميله جدا، وان شاء الله الحلقه دي تعجبكم كمان يا رب. واحنا النهارده في عند ندى، مطبخ ندى. هو هتعمل لكم النهارده مكرونة بشاميل. يا رب تنول اعجابكم ونبتدي كده مع بعض. كده زي ما انتم شايفين احنا حطينا المكرونه في الميه. في الميه طبعا فيها ملح وزيت. حطينا الكيلو المكرونه تمام، ونرجع لكم بعد ما تستوي. ودلوقتي احنا معانا 5 بصلات متوسطين، او ممكن لو عندك لو بصل حجمه كبير ممكن تاخدي 3 كبار، وفلفلتين رومي وفلفلتين رومي، ومعانا 3 فصوص او 4 فصوص توم. دول هنستخدمهم عشان نجهز بيهم اللحمه، هنعصق بيهم اللحمه اللي هنعمل بيها المكرونه بشاميل. ومعانا تقريبا كيلو الا ربع لحمه مفرومه عشان احنا هنعمل صينيتين بشاميل. وهنعمل كوبايتين طماطم عصير بعد ما نعصجها، يعني بعد ما نحط البصل والفلفل ونقلبهم مع اللحمه مع الثوم وتبدا تتعصج خلاص، هنحط كوبايتين العصير بتاع الطماطم. نشوف دلوقتي واحنا بنعمل. تمام يلا احنا هنروح دلوقتي هنضرب البصل، هنحطه في الكبه وهنرجع بس مش له. هنضربه ونخليه ناعم، هوريكم بعد شويه اللي ضربه قد ايه. تمام وهنرجع لكم تاني. عايزين نقطعها كده احنا بنفرم الكبه اهي مع ندى، النوسه اللي بيفرم. خلاص يا نوسه تمام. دلوقتي احنا ضربنا خلاص البصل معانا والفلفل والثوم كلهم ضربناهم مع بعض. احنا ما نعمناهمش قوي لان احنا محتاجينهم كاننا مقطعينهم، بس اكتر انعم شويه يعني عشان يبقى طعمهم كويس في اللحمه، بس عشان يبقى التعصيجه يعني بس كده تمام. وهنحطهم دلوقتي بقى وهنبدا نعصج. دلوقتي احنا حطينا معلقتين زيت ونزلنا البصل بالفلفل بالثوم اللي احنا كنا ضربناهم مع بعض. ماشي، احنا طبعا مش هنزود الزيت قوي لان كده كده اللحمه المفرومه فيها نسبه دهون فهتنزل معانا مش عايزين دهن كتير يعني. وهنبدا دلوقتي نقلبهم لحد ما ياخدوا لون بس بسيط، وبعدين ننزل عليهم باللحمه عشان تتعصر. دلوقتي احنا هنعصر الطماطم اهو في الخلاط. لا مش ده. لا العب كده. البصله كده خدت اهي اللون كده شويه تمام، وحطينا عليها اللحمه اهو، ننزل عليها دلوقتي بالبهارات. دلوقتي احنا حطينا التوابل بتاعتنا بتاعت اللحمه. معلقه كزبره، معلقه زعفران، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح. ما كترش الملح عشان اللحمه ما بتحتاجش ملح كتير بالذات المفرومه. نص معلقه كاري، نص معلقه كمون، حبتين حبهان، معلقه كزبره ناشفه. وهنحط بقى التوابل دي كلها كده على اللحمه اهي. هنقلب تمام. بعد كده هنحط ريحه فعلا جميله هتغير على النار. التوابل بالذات البابريكا والكلام ده ما بتديش ريحه الا على النار. والله ريحتها تعالوا شموها فظيعه، بص منظرها فظيع. دلوقتي احنا بعد ما عصرنا اللحمه هننزل عليها بعصير الطماطم وهنسيبها تستوي شويه. مش انتي قلتي لي حط الطماطم اهو. دلوقتي بنحط الطماطم عليها عصير الطماطم زي ما قلنا كوبايتين عصير طماطم. ماشي، هنسيبهم بقى يعني يستووا معاها شويه، الطماطم تتسبك زي يعني بالظبط مع اللحمه وتسوي اللحمه بس كده. شفتي تمام زي ما احنا شايفين اهو محطوطه. هنغطي بقى عليها، سيبها بقى تستوي براحتها لما نخلص البشاميل. تمام. دلوقتي هنبدا نحط الدقيق. احنا حطينا الاول سيحنا السمنه او الزبده. ماشي، وهنحط 6 معالق دقيق كبار، المعلقه اللي هي بتاعت الرز اللي بناكل بيها الرز العاديه. ماشي، وبعد كده هنقلبه لحد ما ياخد لون يبقى ذهبي، وبعدين ننزل عليه باللبن. اللبن مش هيبقى يعني بدرجه حراره المطبخ عادي، يعني الجو اللي بره. ولو عوزنا دقيق تاني بنحط عشان احنا هنعمل صينيتين. وبالنسبه للسمنه حطينا معلقتين كبار سمنه. بس هنفضل نقلب فيه لحد ما ياخد لون ذهبي كده اللي هو يعني اللي اسمه الدقيق يتحمر بس. وبعد كده هننزل عليه باللبن. هنعملها كده ونرجع لكم. دلوقتي بعد ما حمرنا الدقيق في السمنه
ماشي. هنبدا ننزل عليه باللبن وهنقلبه بالتدريج واحده واحده. وهنقول لكم على حاجه طريقه كويسه، يعني حتى مثلا واحده مش عارفه تقلبه هيكلكع منها. ما هو لازم الطريقه السليمه ان انت تحطي اللبن وتقعدي تقلبي عشان الدقيق ما يكلكعش. هنقول لكم بقى هنعمل ايه دلوقتي. حطينا دلوقتي نص لبن، هنحط النص التاني. تمام. هنحط بقى الكيس التاني. يلا ندى. انا دلوقتي طفينا عليه النار. هنعمل ايه بقى؟ هنضربه في الكبه او في الخلاط. اللي عنده كبه او عنده خلاط هنضربه فيها. وهنقول لكم هنحط معاها مرقه فاين فودز او ماجي. المرقه اهي هنفضيها كده عليها، هتتضرب طبعا معاها ومع الخلاط. تمام. ونرجع لكم. احنا هنحط ملح وفلفل. طبعا احنا مش هنزود الملح عشان احنا حاطين مرقه، ناخد بالنا من الموضوع دوت. حطيت معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، هنحطها كده على البشاميل، وهنقلبها تقليبه كده صغيره، وهنحطها في الخلاط نضربها ونحطها على النار هنلاقيها تقلت البشاميل اللي اتعمل. بالنسبه بقى للبيض، اللي عايز حابب يحط بيض يحط، بس احنا بس عشان عندنا ابن ندى يوسف عنده حساسيه، فمش عايزين نجمع بيض مع لبن، وانس كمان مش عايزين نجمع بيض مع لبن وكده. فطبعا احنا بنحط هنا بنضرب بيضه او بيضتين هنا وبيضه على الوش. ماشي تمام. احنا بس مش هنحط ليها بيض. تمام. اللي حابب يحط بقى البيض يحط، ولو اللي مش حابب يحط ما يحطش. هنديها ضربه في الخلاط عشان اي حاجه مكلكعه زي كده مثلا شايفين، ما حدش يقلق. لو عروسه جديده حد بيعمل جديد ما يقلقش، يمسكها كده ويروح ضاربها في الخلاط كده. بقى هنضرب في الخلاط في الكبه. صح يا ندى؟ هنبدا نضربها بقى عشان ايه لو فيها اي كلكعه تبقى طبيعيه بقى خلاص. تمام. هنضربها ضربه كده تصف وهنحطها في الحله تاني. بصوا بقى القوام بتاعها اهو. تمام. اهم حاجه ركزوا في القوام ده. بصوا عامل ازاي. تمام. هي تقلت كده على النار اهي. طبعا لو خفت منها لما بعد ما ضربتيها مثلا في الخلاط ولقيتيها خفيفه منك سيبيها على النار هتتقل. طب تقلت منك لقيتيها تقيله بتزوديها بقى ميه، او لو عندك لبن تاني عايزه تضيفي لها لبن تضيفي لها لبن. اهي شايفين القوام عامل ازاي اهو. تحس ان هي بتتقطع كده وهي بتنزل. بصوا بتتقطع ازاي. تمام. هنبتدي بقى هنحط كده في اول الصينيه كده البايركس اهو اللي هنعمل فيه. احنا حطينا كده معلقتين بشاميل تقريبا. دي صينيه والصينيه الثانيه اهي حجمها اهو صينيتين صغيرين يعني. تمام. لو يتعمل فيها كيلو مكرونه. تمام. دي ودي. تمام. من بعيد المقاس اهو. تمام. هنبتدي بقى نحط المكرونه. هنحط دلوقتي المكرونه ندى. دلوقتي اهي غدا يعني هتقسم المكرونه ما بين الصينيتين دول، هتوزعها. هاتي الصينيه الثانيه يا ندى. نبتدي بقى نحط بقى ايه شويه كريمه كده خفيفه هنا على المكرونه هنا كده اهو. والصينيه الثانيه هاتيها كده يا ندى. صوت انوسه بقى تعبنا معلش. ايه روح ماما. ايه يا ماما. ايوه ماشي يا حبيبي. حاضر. ماشي. وهنحط بقى اللحمه. دلوقتي احنا حطينا اللحمه هنا اهو الصينيتين اهو. هنا اهو الصينيتين حاطين فيهم اللحمه اهي. هنحط بقى فيهم المكرونه والبشاميل. ودلوقتي احنا خلاص رصينا المكرونه وحطينا لها اللحمه والبشاميل منظرها اهي. ماشي. ودلوقتي والثانيه اهي الصينيه الثانيه اهي هندخلها الفرن ونوريها لكم بعد ما حجمهم هما الاثنين اهو. تمام يا ندى كده. تمام. هندخلهم الفرن ونجي لكم تاني. المكرونه اهي في الفرن، هي تعتبر خلصت خلاص اهو. بصوا عامله ازاي وبصوا جمالها اهي. تقريبا هي خلاص خلصت. هنطلعها دلوقتي للتقديم. ودلوقتي كده خلاص وصلنا للشكل النهائي لصينيه المكرونه بتاعتنا اهي. طبعا يا رب يكون شكلها عجبكم يا رب كده باذن الله، وطعمها يعجبكم كمان. هنستنى بقى تقولوا لنا رايكم فيها وكل تعليقاتكم، وهنستنى الناس اللي لسه ما اشتركتش تشترك معانا وتفعل الجرس. وما تنسوش بالتعليقات تقولوا لنا ايه طلباتكم، ويا رب تعجبكم وجربوها بطريقتنا وقولوا لنا ايه رايكم. باي باي.